السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره يا معلم بتشوف قصه نينج فان المعلم المجنون، فانصحك تروح تشوف الجزء الاول علشان تفهم الاحداث. رابط الجزء الاول هتلاقيه في الوصف في علامه الار اللي هتظهر لك فوق على الشمال، او في التعليق المثبت تحت مع اسم القصه برضه عشان اللي بيسال في التعليقات. وبس اسيبكم مع فلاش باك صغير من احداث الحلقه اللي فاتت. مشاهده ممتعه. كانت بتقطع كلامهم واحده من الطلاب اللي بتيجي تزور الدكتوره علشان كانت حاسه انها تعبان، والتلميذه ديت كانت بتزور الدكتوره من فتره للتانيه علشان دايما كانت بتحس بالخمول. فلما كانت بتيجي للدكتوره تشاو تشاو، كانت الدكتوره تشاو تشاو بتستخدم عليها سحر الشفاء، فبتكون البنت ديت كويسه بشكل مؤقت وترجع تتعب تاني، فترجع تاني للدكتوره تشاو تشاو. والموضوع ده كان اثار اهتمام نينج نوعا ما، فعلشان كده بيستخدم تقنيه عيون المعلم على الطالبه دي. وفي حين ما كانت الدكتوره تشاو تشاو عماله بتستخدم سحر الشفاء عليها، بينده عليها نينج وبيطلب من الدكتوره تشاو تشاو ما تستخدمش سحر الشفاء على التلميذه دي عشان السحر ده مش هيعالجها، لا ده بيخلي حالتها اسوأ واسوأ. فهنا الدكتوره تشاو تشاو بتتضايق جدا من نينج وبتساله هي ليه مش هتقدر تعالج التلميذه دي. فبيقوم نينج معرفها بكل بساطه ان البنت ديت مش مريضه اصلا علشان تعالجها. طبعا الدكتوره تشان بتتعصب من الشن بيقوله ده، وبتقول له ان هي بما انها دكتوره من المستوى بي يبقى هي اللي تحدد اذا كان الشخص عيان ولا لا. فبيقول لها نينج تاتا كده وهو هيفهمها كل حاجه. بيروح بعد كده للتلميذه وبيسالها لو كانت قوتها زادت في الفتره اللي فاتت دي ولا لا. فلما البنت بتقول له لا ان قوتها ما زادتش الفتره اللي فاتت دي كلها، بيطرقع نينج صوابعه كده. بعد كده بيلبس البلطو علشان يبان ان هو محنك، وبيبدا بعد كده يشرح لهم ان التفسير العلمي اللي بيخلي البنت ديت حرارتها عاليه وهي مش مريضه اصلا بسبب ان قوتها الروحيه عماله بتزيد، بس كل ما كانت الدكتوره تشاو تشاو بتستخدم عليها سحر الشفاء كانت بتكبح قوتها من الاختراق. فاول ما البنت دي بتسمع الكلام ده بتقرر انها في النهايه تثق في نينج، وبتساله هي المفروض تعمل ايه دلوقتي. وهنا بيقرر نينج ان هو يتخذ وضعيه الحكيم. فبتعتقد التلميذه ان هو بدا ينور كده، ونينج طبعا ما بيصدق ان حد بيطبل له، فبيفضل يطمنها وبيعرفها ان هو موجود علشان يساعدها. بس برضه الدكتوره تشاو تشاو ما كانتش واثقه في نينج، وكانت عماله بتقول له ان هي هتفضل واقفه هنا عشان تراقبه لو عمل حاجه غريبه، وعشان تشوف كمان هو هيحل المشكله دي ازاي. فعلشان نينج يغيظها كده بيقول لها ان هي تقدر تتفرج عليه وتتعلم منه بما انه اكثر خبره منها. بعد كده بقى بيقوم مطلع كل الاكل ده وبيعزمهم كلهم على الغدا. حتى الدكتوره تشاو تشاو كانت مبسوطه، لكنها بتتعصب اول ما بتستوعب ان هي مبسوطه بالاكل، وبتساله ايه علاقه الاكل بانه هيعالج البنت دي. لكنها ما بتكملش كلامها، لانها لما بتبص للبنت مره تانية بتحس بحاجه غريبه بتحصل فيها. بالفعل التلميذه دي كانت قوتها زادت وطاقتها الروحيه بقت اكتر. فاثناء ما كانت الدكتوره تشاو تشاو مصدومه من اللي هي شايفاه ومش فاهمه ازاي نينج عرف ان الفكره دي هتنجح. وبالنسبه للطلبه دي فكانت مبهوره جدا لما سمعت كلام نينج في حاجه بسيطه جدا قوتها زادت بنسبه 5%. بس كان نينج عمال بيعتذر لها ان هو بس ساعدها في ان هو يزود قوتها بنسبه 5%، والنسبه دي كانت قليله جدا من وجهه نظر نينج، بس من وجهه نظر البنت ديت فكانت كتير واكتر من كفايه. فعشان كده كانت عماله تشكر فيه. واتغدر بعد كده المكان وهي عماله بتقول له انها لما تحس بالتعب في المستقبل هتفضل تاكل يمكن قوتها تزيد. المهم الدكتوره تشاو تشاو كانت متضايقه ان نينج كان معاها حق، فعلشان كده نينج كان عمال بيغيظ فيها علشان طريقته نجحت زي ما قال لها. بس هي بتتعصب اكتر وبتقول له ان هو اكيد استخدم خدعه معينه، او مثلا اللي حصل ده كان عن طريق الحظ وهي مش مصدقه. فبيروح نينج يقف كده جنب يو وبيعرف الدكتوره تشاو تشاو ان هو مش مهتم لو كانت مصدقاه ولا لا، ونينج مهتم فقط ان تلاميذه هم اللي يثقوا فيه. بعد كده نينج بيبص ناحيه يو وبيطلب منها تيجي وراه علشان هيوديها تتدرب وهيزيد قوتها. للاسف لما نينج راح يدور على غرفه تدريب فاضيه ملقاش، فعلشان كده قرر يدخل هو ويو يتدربوا في اي غرف من الموجوده حتى لو كانت مليانه. واول ما بيدخلوا بيجي المعلم ده اللي بيكون اسمه فانج، هو اللي جاي في غرفه التدريب دي الاول، كان عمال بيتريق على نينج. بس نينج ما بيهتمش بكلامه وبيبص ناحيه يو وبيسالها لو كانت سمعت صوت كلب عمال بينبح عليهم علشان يحاول يقصف جبهه المعلم فانج يعني. ورغم ان القصف ده كان تافه جدا الا ان المعلم فانج كان اتعصب وبيطلب من يو ونينج يغادروا المكان علشان هما بيتدربوا دلوقتي على السحر الهجومي. فبيرفض نينج وبيعرفه ان هو مش هيغادر المكان الا لو المعلم فانج اعترف ان هو خايف منهم، وساعتها هيسيب له غرفه التدريب ويرجع بعد ما يخلصوا. فالمعلم فانج اول ما بيسمع كلام نينج بيفضل يضحك كده باعلى صوته. حتى الطلاب بتوعه كمان كانوا عمالين بيتريقوا على نينج وبداوا يتريقوا على يو كمان، لكن نينج كان سمعهم وبيقول لهم ان هو مش فارق معاه يتريقوا عليه ولا لا، لكن اللي فارق معاه بجد لو حد اتريق على تلاميذه هيفشخه، هيقسمه نصين ويطلع له في كوابيسه. وده خلاهم فضلوا يعتذروا لنينج علشان كانوا خايفين منه لا يفشخهم. المهم يو بعد كده بتسال نينج لو كانت فعلا تقدر تستخدم السحر الهجوم، فبيطمنها نينج وبيقول لها كل اللي هتعمله انها تثق فيه، وبعد كده بيقول لها حاجه بصوت واطي علشان محدش يسمعه وبياكد عليها تفتكر الحاجه دي. ويو بتقرر ان هي تثق في نينج. في الجهه التانيه كان المعلم فانج عمال بيتريق عليهم وبيقول لنينج ان مفيش امل في انه يعلم واحده زي يو بسبب ان نسبه طاقتها المئويه قليله جدا، ويو ما تقدرش حتى تستخدم سحر الشفاء الاساسي من المستوى الضعيف. لكنه ما بيكملش كلامه بعد كده وبينصدم من اللي هو شايفه، واللي هو ان يو كانت بتجهز لضربه برق من المستوى الرابع وبتحاول انها تسمع تعليمات نينج، وبالفعل تعليمات نينج بتنجح معاها. الضربه بتاعتها كانت قويه جدا لدرجه انها بتفجر المكان من قدامهم. لكن في الجهه التانيه كان المعلم
المعلم فانج مظلوم جدا ان يو اللي معروفه ان هي ما بتقدرش حتى تستخدم سحر الشفاء الاساسي من المستوى الضعيف قدرت تستخدم سحر هجومي فجاه من المستوى الرابع. وبيقول بصوت عالي كده ان يو ايقظت اقل من 10% من قوه الاستيقاظ بتاعتها. فبيبص له نينج كده وبيساله وهو عمال بيتريق عليه لو كان الناس بتتقاس قوتهم عن طريق قوتهم الاستيقاظيه. وبيعرف المعلم فانج انه هيفضل يعلم طلابه حتى لو كانت قوتهم الاستيقاظيه اقل قوه في الاكاديميه كلها الا انه هيخليهم اقوى طلاب في الاكاديميه كلها. ده خلى يو تتاثر بكلام نينج وبياخد بسببها 15 نقطه نظام. المهم في الجهه الثانيه كان المعلم فانج عمال بيتريق على نينج وبيعرفه ان هو مش فارقه معاه حتى لو يو قدرت انها تستخدم السحر الهجومي لان بالنسبه له فنينج وكل طلابه شويه حثاله وفاشلين ما لهمش اي قيمه. وعلشان يعلم نينج الادب فهيضربه النهارده قدام كل الطلاب ويوريهم مين هو المعلم الاقوى. نينج بيسمع الكلام ده ولا بتفرق معاه برضه وبيقول له ان في 2 غيره فكروا بالطريقه دي قبل كده وفي الاخر انتهى بيهم الحال في المستشفى. وبيبدا نينج يستعد علشان يضربه قدام كل الموجودين لحد ما فجاه بياخد باله ان يو عماله بتنده عليه. فلما بيبص لها نينج بتطلب منه انهم يغادروا المكان لانها مش عايزه تعمل له مشاكل. فبيقوم نينج مطمنها وبيعرفها ان في نوع معين من الناس لازم ينضرب علشان ما يشوفش نفسه كتير. وبيطلب منها ما تقلقش عليه وتقف بعيد كده وتتفرج على اللي هيعمله في المعلم فانج. وبيقول نينج بعد كده في نفسه ان هو باستخدام النظام المفروض ان قوته زادت وقدر يهزم المعلم جي فينج قبل كده وشون شونج فاكيد يعني هزيمه الحثاله اللي قدامه ده مش هتشكل فرق كتير او مشكله بالنسبه له. بيشاور نينج بعد كده للمعلم فانج وبيقول له ان هو ممكن هو اللي يبدا الهجوم بتاعه الاول. المعلم فانج ما صدق وبيبدا يجهز الهجوم بتاعه اللي كان سيف البرق من المستوى الرابع وبيوجهه ناحيه نينج. فبيبتسم كده نينج وبيقول له ان كل التفاخر اللي سمعه من شويه حسس نينج ان المعلم فانج هيستخدم مثلا هجوم من المستوى العاشر يا راجل. وبيعمل نينج بعد كده درع كهربائي حواليه من المستوى الخامس في حين ما كان المعلم فانج مصدوم لانه ذات نفسه ما يقدرش يستخدم المهاره دي. الجهه الثانيه كان نينج بيجهز له الضربه بتاعته علشان يفشخه واللي هي كانت سحابه الرعد من المستوى الخامس. بيفضل يجمع في شحنه البرق بقدر الامكان وبيوجه نينج بعد كده الشحنه دي كلها ناحيه المعلم فانج اللي كان مصدوم ومرعوب من المنظر اللي هو شايفه بس ما بيكملش صدمته لان نينج كان عمال بيكهرب فيه بكميه كهرباء تكفي الوطن العربي كله ل5 سنين قدام. وقبل ما نينج يموته بالغلط يلغي الهجوم بتاعه علشان يسيبه مغمى عليه. بيبص بعد كده نينج ناحيه طلاب المعلم فانج بيطلب منهم ياخدوه ويغادروا المكان بسرعه من قدام بدل ما يفشخهم هم كمان زي المعلم بتاعهم. وبالفعل طلاب المعلم فانج بياخدوه وبيهربوا بسرعه من المكان. وبيبدا بقى نينج يتفشخر قدام يو بعد ما فشخ المعلم فانج وده خلاها عايزه تسال نينج سؤال بس كانت محرجه جدا ونينج كان اخد باله من كده فعلشان كده بيطمنها وبيعرفها ان هي لو احتاجت اي حاجه تساله عليه من غير تردد. وبالفعل بتروح يو كده عنده وبتساله لو كانت في المستقبل ممكن تكون مثلا بقوه نينج. فبيبص لها كده نينج وبيقول لها لا طبعا عمرك ما تكوني في قوتي. وقبل ما تفكر تشتمه يا عزيزي المشاهد بيقوم هو قايل لها انها بما انها من تلاميذه فلازم أن تكون اقوى منه لان المعلم لو ما خلاش تلميذه اقوى منه فيبقى المعلم كده فشل في مهمته. انا محتاج نينج ده في حياتي حرفيا هيكون احسن من الاستاذ بتاعي اللي كل ما يحصل حاجه يقول لي تف في وشي يا ابني لو نجحت. المهم نينج بعد كده بيروح يبص على يو يلاقي انها زعلت منه بسبب لما قال لها انها مش هتكون في نفس قوته بس بعد كده اتاثرت من الكلام اللي هو قاله وعلشان كده بياخد نينج منها 42 نقطه نظام. بتفضل تقول له ان عمرها ما شافت حد وثق فيها كده ولا حتى ابوها وامها. بيغادروا هما الاثنين المكان ده بعد كده ويو قررت انها ترمي النضاره بتاعتها كتعبيرا عن انها تمشي بعد كده ورا المعلم نينج بكل ثقه من غير ما تفكر. بينتهي بينا المشهد بعد كده في الفصل دي كان كل الطلاب قلقانين جدا على المعلم نينج علشان من ساعه ما خرج من الفصل وهو ما رجعش تاني. فبيعتقد لي وشيفينج ان هو مثلا راح يدور على يو وبداوا يقولوا ان اكتر حاجه بتضايقهم في يو انها دايما شكلها بتبقى حزينه وبيتمنوا من يو انها تتعلم مثلا من مون علشان تكون جميله زيها. طبعا مون هنا كانت عماله بتقول لهم ان الكلام ده ما ينفعش بس الصفرة دي من جواها كانت مبسوطه جدا بالمدح ده. الصفرة احلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شاغله بالك بيه. لحد ما بيقطع نينج كلامهم وبيجي وهو معاه يو فبيروح لي وشيفينج يسالوه هيبدا يعلمهم امتى. خدوا بالهم ان يو قلعت النضاره وبقت وبداوا يتريقوا على مون اللي كانوا عمالين بيمدحوا فيها من شويه لكنهم بعد كده استوعبوا ان مون واقفه وراهم وبتبدا تهددهم في ان لو حد اتكلم على شكلها مره تانية هتفضل تضربه لحد ما يموت. وبعد كده بيجي تشانج يسال يو لو كانت كويسه وكان باين على الاثنين دول محرجين جدا من بعض فاعتقد نينج ان شكلهم هيعملوا قصه رومانسيه جانبيه. بس على مين يا معلم؟ انا ضد الرومانسيه. انا همسح الرومانسيه دي من القصه اساسا عشان انا عارف انك عزيزي المشاهد سنجل كحيان وانا مش عايزك عزيزي المشاهد تحس انك انت سنجل كحيان. عارف ليه؟ علشان انا برضه سنجل كحيان. المهم عزيزي المشاهد انا مش عايز اقلب عليك المواجع والالام وننسى موضوع الارتباط والكلام ده حرام اساسا. انا بس بهزر يعني من سبيل تغيير الجو. المهم بينتهي من المشهد بعد كده عند مكتب المدير. كان المعلم فينج بعد ما اتهزق واتفشخ واتبهدل بالمنظر ده راح يشتكي للمدير وبيقول له انا اتفشخت يا حضره المدير انا عايز حقي بالقانون اللي حصل ده ما ينفعش يتسكت عليه. وده كان المدير الجديد بتاع الاكاديميه مدى تشان اللي كان بيكره نينج كره العمى وكان
مستغرب ازاي نينج قدر يضرب المعلم فانج كده. هو مش بس كده، ده سمع كمان ان هو ضرب شون شونج وضرب شي جيفينج، فبدا يعتقد ان ممكن مثلا المعلم نينج يكون استرجع طاقته. المهم المعلم فانج بيقطع كلامه وبيفضل يقول للمدير ان هو عايز حقه وما ينفعش يسيب كده نينج في الاكاديميه بعد اللي عمله. فبيبص له كده المدير ابتسامه خبيثه وبيقول له بص يا ابني، انا عندي خطه فشيخه جدا هتخلي نينج يغادر الاكاديميه. وبيكسر القلم بتاعه كتعبير منه عن الشر والغضب. حرام عليك، هو القلم عمل لك ايه؟ مش كفايه ان كل اللي في القصه عمالين بيكرهوا نينج من بدايتها؟ تحس ان نينج واكل الورث بتاعهم، او مثلا المؤلف مش طايقه، انا مش فاهم ليه، بس قشطه تمام. المهم في اليوم اللي بعد كده في الاكاديميه كان في شويه منشورات مهمه اتنشرت من الاداره. كل الطلاب كانوا متجمعين حواليه علشان يشوفوا فيه ايه. في المنشور ده كان مكتوب فيه ان الاداره قررت ان من اليوم ورايح اي فصل هيكون فيه اقل من 7 طلاب، الفصل ده هيكون غير صالح للتدريس وهيطردوا كل اللي فيه سواء من معلمين او طلاب. فهنا تشينج ومين بيقولوا ان الموضوع ده مش عادل، لان اساسا الفصل الوحيد اللي فيه اقل من 7 طلاب في الاكاديميه كلها هو الفصل دي بتاعهم، وتقريبا دي كانت خطه المدير. وبيروح كده نينج يخلع المنشور ده وبيقطعه وبيقول لهم ان على جثته يطردوه من الاكاديميه. بعد كده بيفضل يفكر مع نفسه وبيقول ان هو لو حسب جميع الطلاب اللي في الفصل بتاعه بما فيهم التلميذ تشاو المتخلف اللي بقاله اكتر من شهر ما بيحضرش الاكاديميه، فيبقى كده في فصل نينج 6 تلاميذ وهو محتاج تلميذ واحد بس علشان المنشور ده ما يكونش ليه اي لازمه. يغادر نينج بعد كده المكان وبيعرف طلابه ان هيروح مخصوص لعيله فينج علشان يجيب التلميذ المتخلف تشو من قفاه. وبعد كده يبقى يفكر في موضوع التلميذ السابع اللي محتاجينه، ودي كانت حاجه مزعله ليه وشي فينج علشان كانوا بيعتقدوا ان النهارده نينج هيدربهم ويزيد قوتهم. يا عزيزي المشاهد والله بيصعبوا عليا من بدايه القصه وهم عمالين بيطلبوا من نينج يعلمهم. المهم نينج قبل ما بيغادر بينصحهم يروحوا يتدربوا على ما يرجع، فبيقرر تشينج ويو يروحوا يتدربوا سوا. فده خلى مون هي كمان عايزه تتدرب وبتعرض على لي شيو وشي فينج انهم يروحوا يتدربوا هم كمان، بس لي وشي فينج كانوا معترضين. بيعرفوها ان هم بيخافوا منها علشان بتضربهم، من الاحسن ليهم يروحوا يتدربوا مع تشينج ويو. فبتقوم مون ضربهم وبتستدعي وحشين حجريين علشان يجيبوهم غصب عنهم. وبينتهي بينا المشهد بعد كده في العماره اللي ساكن فيها تشو فينج. كان نينج وصل للشقه بتاعتهم وبدا يخبط عليهم. بتخرج له ام تشو اللي كانت ماسكه صليب وحاطه على نفسها طلاسم وتعويذ سحريه في كل مكان، وبتسال مين هو مين وعايز ايه. بيقوم نينج معرفها ان هو الاستاذ بتاع ابنها، وكان جاي علشان يطمن على تشو لان بقاله اكتر من شهر ما حضرش الاكاديميه. وده خلاها تفرح جدا وبتطلب منه يروح يبص على ابنها علشان هي بتعتقد ان ابنها فيه جن سيطر عليه. فبيبص لها كده نينج وبيسالها انت متاكده من الكلام ده يا حاجه؟ بتقول له يا ابني والله ادخل شوف بنفسك. لما بيدخل نينج بيبدا يبص حواليه وما بيلاقيش ان تشو ابنها موجود اساسا. فلما بيسالها نينج عن مكانه بتقوم معرفاه ان ابنها يبقى جوه الصندوق ده، وبتبدا تفهم نينج ان من ساعه ما ابنها رجع الاكاديميه من شهر وهو مختبئ وقافل على نفسه الغرفه بتاعته وحاجز نفسه جوه الصندوق ده. فبدات انها تعتقد ان ابنها ممسوس مثلا، بس نينج بيطمنها وبيقول لها ان مفيش الكلام ده وبيطلب منها تسيبه يتكلم شويه مع ابنها. بعد كده نينج بيقفل الباب علشان ام تشو ما تشوفش اللي هيعمله في ابنها. بس قبل ما نينج يعمل اي حاجه منحرفه ممكن تفكر فيها عزيزي المشاهد، بيكلم تشو بكل ادب واحترام، بيطلب منه انه يخرج علشان يتكلموا في موضوع مهم. بس نينج ما بيلاقيش اي ردة فعل من تشو ما عدا انه سمع صوت بطن تشو بسبب ان من الواضح كده ان هو كان جعان. ده خلى نينج متعصب وبيقول له ان هو كده شكله مضطر يستخدم الطريقه الصعبه. وبيروح كده نينج بسرعه يشيل الصندوق ده من على تشو، بس بيطلع ان في صندوق تاني تحت الصندوق الاولاني. فبيتعصب اكتر نينج وبيشيل الصندوق ده وبيطلع ان في صندوق تاني تحت الصندوق التالت. وبيتعصب وبيشيل الصندوق التاني بيطلع ان في صندوق تالت تحت الصندوق الرابع، وفي صندوق خامس تحت الصندوق السادس، لحد ما اخيرا بيشيل كل الصناديق دي. بيلاقي تشو اخيرا وهو متعصب بس كان حاطط ماسك على وشه. بعد كده نينج بيستخدم على تشو عيون المعلم، وباستخدام النظام بيكتشف ان تشو متخصص في سحر السرعه. بيعرفوا كمان ان النظام ان المعلم تشو ده مهووس بالطيران. كان حلمه من وهو عيل صغير يستخدم سحر الطيران كويس، بس لانه فاشل وجبان وحوثاله خاف من الفشل وقرر ان هو يقفل على نفسه وينعزل، مما تسبب في ان هو ما عرفش يرتقي للمستوى اللي بعد كده من سحر الطيران. فهنا في فكره جت في نينج بس كان عمال بيشاور نفسه هل يعملها ولا ما يعملهاش، لحد ما بياخد باله ان تشو بيتسلل علشان يرجع تاني جوه الصناديق. فبينتهز نينج الفرصه ديت وبيشيل الماسك اللي كان على وشه. وهنا تشو بعد كده بيفضل يترجاه وهو عمال بيعيط وبيعرف نينج ان هو عارف نفسه كويس، فاشل وعديم المهاره وحوثاله ما عندوش امل في الحياه من الاخر، وبيقرر ان هو مش هيروح الاكاديميه مره تانية. الكلام ده خلى نينج بدا يفكر في الفكره اللي جات له هل ينفذها ولا لا. بس قبل ما نينج ينفذ الفكره بتاعته بيساله بكل احترام وتهذيب هتيجي يا ابني معايا ولا لا. فهنا تشو كده وهو مرمي على الارض بيشاور لنينج ناحيه الشباك وبيحلف له ايمانات الله كلها ان هو مش جاي معاه، حتى لو نينج فكر ان هو يرميه من الشباك برضه مش هيجي معاه. فهنا نينج ما بيصدق طبعا، هو اصلا دي الفكره اللي كان نينج بيفكر فيها، يمسكه كده من البنطلون بتاعه وبيبقى رايح يرميه من الشباك. انا تشو لما بيلاقي ان نينج هيرميه بجد من الشباك بيقول له استنى يا معلم كده استهدى بالله، تعالى امي هتعمل لنا كوبايتين شاي ونقعد نتكلم بكل تفاهم. بس نينج بيقول له فات الاوان، ما انا عمال بتحايل عليك من ساعتها، وبيرميه من الشباك. في حين ما كانت تشو عمال بيقع كده كان نينج ماشي جنبه تقولش سبايدر مان. وخلاص تشو بيقرب اكتر من الارض وحاسس نفسه هيموت، لكنه في النهايه وجد نفسه انه بيطير. وهنا بينزل نينج كده بحركه بهلوانيه في السماء وبيبدا يفهم تشو ان اكتر عقبه عند الناس اللي بتمتلك سحر الطيران هو ان الاغلب بيكون خايف يكون طاير كده مثلا ويقوم واقع، وهي دي العقبه اللي بتخليهم ما بيقدروش يطيروا ويرفعوا
ويرفعوا من مستواهم في الطيران. وده خلى تشو يدرك ليه نينج درمان من الشباك. يبدا بقى يقول في نفسه قد ايه ده معلم حكيم، وكان ظلمه لانه بيعتقد ان هو مجنون. بيبص له نينج بعد كده وبيقول له يا ابني انت اسأت الظن فيا، انا معلم حكيم ومخضرم ولازم تسمع اللي بقولك عليه. وبيبدا نينج يمسح كرامه تشو في الارض بعد كده، بيقول له ان هو فاشل وحوثاله ولو فكر يجري هيقع على وشه. بس بيقول له بص لنفسك يا ابني، مين مهتم انك تقع على وشك وانت بتجري، انت تقدر تطير. وبعد شويه بنشوف نينج اللي كان عمال بيلعب لعبه ستريت فايتر على التليفون بتاعه وهو راكب على ظهر تشو اللي عمال بيطير في السماء. وكانوا هما الاثنين متجهين ناحيه اكاديميه تشينج. ينتهي بينا المشهد بعد كده في ملعب اكاديميه تشينج الرياضي. هناك كان المعلم ليانج زي اللي من المستوى سي مسؤول عن التدريبات البدنيه الرياضيه، كان عمال بيدرب الواد ابو شعر اصفر ده علشان يكسر الرقم القياسي بتاعه اللي بقاله سنه عمال بيتدرب عليه. بيبدا بعد كده المعلم ليانج التدريب بتاعه، فعلى طول الواد ابو شعر اصفر ده بينطلق وبيسبق الاثنين اللي وراه. وكان عمال بقى يتكلم على نفسه عن قد ايه هو فاجر وجامد فشخ ومفيش حد يقدر يلحقه. بس الكلام ده كان قبل ثانيتين لما بيبص جنبه بيلاقي ان المعلم نينج راكب على ظهر تشو عمال بيلعب ببجي، وقدر تشو يسبقه بسرعه خارقه. كان الواد ابو شعر اصفر ده منبهر من السرعه دي. المهم بعد شويه امام اكاديميه تشانج كانت وصلت عربيه فخمه للمكان، بينزل منها الواد الاشقر ده اللي بيكون اسمه شي تيان، وعيله تيان ديت تبقى واحده من اغنى العائلات اللي في المدينه. المهم بنفكنا دلوقتي من شي تيان وبنروح بعد كده في احد ساحات التدريب بتاعه الاكاديميه. كان هناك لي شيو وشي فينج زعلانين على حظهم المهبب والمطين، كان نفسهم نينج يدربهم بدل ما مون عماله بتعذب فيهم. هنا بيقطع كلامهم دخول شي تيان المكان لانه بيروح يسال مون عن مكان اداره الاكاديميه. بتبص له مون كده وبتقول له انت عبيط يا ابني، انت جاي تسال في ساحه التدريب، انت مش خايف لحد يضربك ولا ايه؟ فبيبص لها شي تيان كده وبيقول لها تضربيني؟ ها لا انت ولا 10 زيك. الكلام ده طبعا كان عصب شي فينج، فبيروح يهجم على شي تيان علشان سيمب تقريبا او يمكن علشان زميلته في الفصل، بس ده مش موضوعنا يعني. شي تيان بيبتسم له كده وبيفعل الدرع بتاعه، واول ما شي فينج بيضرب الدرع ده بيطير بعيد بسبب الصدمه. بيقرب منه بعد كده شي تيان وبيفضل يقول له انه مفيش حد يقدر يضربه في الاكاديميه دي كلها، وبالذات لما يكونوا ضعفاء زيه. تعصب مون منه علشان عمال بيهزق فيهم، وتقوم مستدعي وحوش على الحجريه. بس برضه شي تيان ما كانش همه، واقف حاطط ايديه في جيبه ولا خايف اصلا من مون ولا اي حد. مون بتعرفه ان هو لو اعتذر لهم دلوقتي فهي مش هتكسر كل عظمه في جسمه، بس شي تيان برضه ما بيتهددش وبيعرفها ان هو مش خايف من الصخور الكبيره بتاعتها دي. وده خلى مون تجيب اخرها منه، خلت الوحوش الحجريه تروح تهجم على شي تيان. بس برضه شي تيان واقف في المكان مش بيتحرك، واول ما الوحوش الحجريه بتوجه له الضربه دي بيفعل الدرع بتاعه على طول، وبسبب صدمه الدرع بتتكسر ايادي الوحوش الحجريه. ففي لحظه صدمه من مون ما كانتش مصدقه ان وحوشها الحجريه اتدمروا بسبب انهم بس ضربوا الدرع بتاع شي تيان. وده خلى شي تيان بقى يفضل يتريق عليهم وعلى المعلم بتاعهم وقد ايه هو حوثاله. والكلام ده كان عصب تشانج ويو، بيرجع يتريق على المعلم بتاعهم اللي هو نينج يعني. بس يو ما بتسمحلوش يكمل كلامه وبتهجم عليه بتعويذه البرق من المستوى الرابع. وللاسف حتى الضربه ديت ما اثرتش على درع شي تيان، وكل ما شي تيان كان عمال بيصد ضرباتهم كان عمال بيزيد غروره اكتر واكتر مع الوقت. بعد كده بيجي الدور على تشانج اللي كان عمال بيجمع في قوته وبيروح يهجم على درع شي تيان بكل ما يملك، ومش ضربه واحده ولا ضربتين، سلسله من الضربات المتكرره. ورغم كده برضه مفيش حاجه بتاثر في الدرع بتاع شي تيان. فهنا استوعب تشانج انه مش هيقدر يكسر الدرع ده، وعلشان كده بينسحب على ما يفكر في خطه جديده. وده خلى شي تيان يسوق فيه الموضوع اكتر واكتر، انه بقى شايف ان اللي بيعلمهم ده لا يفقه شيء في التعليم، وانه مستعد يكون المعلم بتاعهم بدل نينج. والكلام ده كان عصب مون اكتر، فعلشان كده بيقول لها شي تيان لو هي كانت متضايقه تروح تكلم نينج علشان يجي يكسر الدرع بتاعه لو كان يقدر. وعلى ذكر نينج فكان المعلم ده بيظهر في المكان كده بكل هيبه، وهو للاسف راكب تشو اللي كان بيطير. فهنا شي تيان بيشوف تشو كده وبيقول يا للهول انه يطير. المهم نينج بينزل من فوق تشو، بس تشو يائس للاسف يعني كان خبط في الجدار بسبب ان نينج لسه ما علموش كيفيه الهبوط. ما علينا. بيجي شي تيان كده وبيسال نينج لو كان هو معلم الطلاب اللي لسه فشخهم من شويه، بيقول لنينج ان هو حوثاله وطلابه حوثاله وكلهم حوثاله، كلنا حوثالات، وهو الغني الجامد الفشيخ اللي ما فيش منه اتنين. انا نينج بيبص له كده وبيقول له انا حوثاله يا ابن الحوثاله، والله لو اوريك مين الحوثاله. بس يو وتشانج بيقطعوا كلام نينج وبيقولوا له ان هم للاسف حاولوا يكسروا درع شي تيان بس ما قدروش. فبيطمنهم نينج وبيقول لهم ان مفيش درع ما بيتكسرش، وكل اللي في الموضوع ان هم ما كانوش عارفين يكسروه ازاي كويس. فبيفضل برضه شي تيان يتريق عليه وبيقول لهم طالما انت فاكر كده ما تعلمهم ايه الطريقه الصحيحه اللي يكسروا بيها الدرع. فهنا كان نينج جاب اخره وبيستخدم على شي تيان تقنيه عيون المعلم. بيعرف النظام نينج بعد كده ان شي تيانج وصلت قدره استيقاظه ل 84%، يعني كان معاه حق لما قال ان هو فاجر بجد. لكن النظام بيكشف ثغره في الدرع بتاع شي تيان، وهي ان ضربه قويه في منتصف الدرع بالظبط تؤدي الى تدمير الدرع بكل بساطه. طبعا نينج بعد ما اكتشف الثغره ديت يبص لشي تيان ويقول له يا ابني انت تافه يا ابني والله وبق على الفاضي. وليشيو وشي فينج يفضلوا يطلبوا من نينج ينتقم لهم من شي تيان، وده خلى شي تيان يضحك عليهم وبيعرفهم ان دايما الضعفاء هم اللي بيطلبوا من الناس تساعدهم بدل ما يحلوا مشاكلهم بنفسهم. فبيقوم نينج مقاطع كلام بيقول له ان مفيش حد ضعيف هنا غيره، لان هو عمال بس بيستخبي في الدرع بتاعه ومش بيقاتلهم وجها لوجه. والكلام ده كان عصب شي تيان جدا، بس نينج ما بيهتمش بيه ويروح ينده بعد كده على ليشو وشي فينج. فلما بيقربوا من نينج بيقول لهم بصوا شي تيان مع حق فعلا، الضعيف هو اللي بيتم التنمر عليه في العالم
بتاعنا، والقوي هو اللي بيسيطر على كل حاجه، فعلشان كده لازم يكونوا اقوياء ويروحوا ينتقموا منه. وهنا نينج اخيرا بيفعل عليهم تقنيه عيون المعلم. فهنا النظام بيعرف نينج ان شي فينج يمتلك قدرات نفسيه في التحكم في العقول، وللاسف القدره دي مش مفيده جدا في الهجوم البدني، وبسبب ان هو ضعيف لسه فمش هيقدر يسيطر على الشخص اللي جوه الدرع. فعلشان كده بيروح يشوف قدرات لي شيو. بيعرفوا النظام ان لي شيو هو ساحر نفسي، وقدرته المميزه هي عباره عن كل ما يفقد وعيه او كل ما يكون خارج عن ادراكه بتزداد قوته بشكل كبير. بس للاسف القدره دي مش مفيده خالص، يعني انت نايم دلوقتي وقوتك بتزداد لما بتكون نايم او فاقد وعيك، فانت ازاي هتهجم على اي حد عامه؟ لحد ما نينج بيستوعب بعد كده ان لي شيو وشي فينج كل واحد منهم لو قاتل لوحده هيكون ضعيف، بس الاثنين دول صحاب فلو اتعاونوا هيكونوا اقوياء جدا. المهم لي شيو وشي فينج بيقطعوا تفكير نينج وبيسالوه لو كان في امل فيهم انهم يكونوا اقوى، فبيبتسم لهم نينج كده وبيعرفهم انهم اكيد طبعا هيكونوا اقوى في المستقبل. يشاور لهم بعد كده على شي تيان وبيعرفهم انهم هيفشخوا شي تيان دلوقتي هما الاثنين. بعد شويه بيجمعهم نينج كده وبيبدا يفهمهم نقطه ضعف شي تيان، يفهمهم ان شي تيان ضربه قويه في منتصف الدرع بتاعه تؤدي الى تكسير الدرع بكل سهوله. وبيشاور نينج بعد كده ناحيه لي شيو وشي فينج بيعرفهم ان هما اللي هيوجهوا الضربه ديت لمنتصف الدرع بتاعه، بس هما الاثنين كانوا فاقدين الامل في نفسهم اصلا. بيعرفوا نينج ان هما حتى لو كانوا عارفين نقطه ضعف شي تيان فهم للاسف ما يقدروش يكسروا الدرع. وبيقوم نينج مقرب منهم كده هما الاثنين، بيقول لشي فينج بص يا ابني انت هيغمى عليك، وبعد كده بيبص لي شيو وبيقول له ان هو هيستخدم السحر النفسي على شي فينج ويتحكم فيه وهو مغمى عليه. شي فينج بيسمع الكلمتين دول من هنا بيكون واثق جدا في كلام نينج، علشان كده بيطلب من لي شيو ان هو يستخدم بسرعه عليه السحر النفسي ويتحكم فيه. بالفعل لي شيو بيستخدم عليه السحر النفسي وبيدخل جوه وعي شي فينج، وبالفعل لي شيو بينجح في السيطره على شي فينج. بعد كده نينج بيطلب من لي شيو ان هو يوجه شي فينج علشان يهجم على شي تيان، في حين ما كان شي تيان عمال بيقول لهم ان هو بصراحه زهق يعني من كتر التريقه والتنمر عليهم، بيلاقي فجاه في وشه شي فينج اللي كان عمال بيهجم على الدرع بتاعه بهجمات متتاليه بسرعه خارقه. ده خلى شي تيان يقول لهم اللي كل اللي بيعملوه في الفاضي ومن الاحسن يستسلموا، لكنه كان عمال بيقول في نفسه ان سرعه شي فينج ازدادت بشكل رهيب، وبدا يخاف منه تقريبا لحد ما بيقطع لي شيو كلامه وبيقول له ان دي بس لسه البدايه، لان دي اول مره ليه في التحكم ومش متعود على التحكم في شي فينج. خلي لي شيو بعد كده شي فينج يروح يهجم على الدرع بتاع شي تيان باقوى ما عنده منتصف الدرع بالظبط، زي ما نينج قال ان دي كانت نقطه ضعف الدرع، علشان كده الدرع اتكسر وقدر شي فينج يضرب شي تيان بالبنيه في وشه. وفي حين ما كان شي تيان مرمي على الارض كده مصدوم من اللي حصل له، انه كان مفكر الدرع بتاعه مفيش حد فيهم هيقدر يكسره، بس نينج بيقطع كلامه وبيعرفه ان ده مش الوقت المناسب في التفكير في الحاجات دي عشان هو لسه هيتضرب كمان وكمان. فهنا شي تيان مش فاهم قصدك ايه يا معلم بقى اتضرب كمان وكمان. بيلاقي فجاه تشانج بيديله بالبوكس في بطنه، وبعد كده مون بتستدعي عملاقه الحجري وبتضربه في وشه برضه، وبالنسبه ليو فبتستخدم عليه تعويذه البرق وبتفضل تكهربه لحد ما بيتحرق. قبل ما يموتوه بالغلط بيجي نينج يمنعهم ويقول لهم انه كده خلاص كفايه خد كل اللي يستحق، بس بعد كده مون بتقاطع كلامه وبتقول له ان هو نجح يجيب تشو، بس كده هم لسه محتاجين شخص واحد علشان الفصل بتاعهم ما يتطردش من الاكاديميه. بيقوم نينج قايل لها ان ده مش وقت التفكير في الكلام ده لانهم هيفكروا في الموضوع ده بكره، وبيطلب منهم انهم يروحوا يستريحوا النهارده. وبعد ما بيغادر كل الطلاب كان نينج واقف كده في مكانه علشان حاسس انه نسى حاجه معينه. فضل واقف لفتره طويله عمال بيفكر ايه الحاجه اللي نساها، والحاجه اللي هو نساها وكلنا نسيناها غالبا هو ان تشو مرمي ورا على الارض مغمى عليه من ساعه ما كان خبط في الجدار لما نينج وصل للمكان وهو مرمي على الارض في مكانه. ينتهي بينا المشهد بعد كده عند مكتب المدير مات شان، كان عمال بيقرا السيره الذاتيه بتاعه شي تيان، واكتشف ان شي تيان غني ومن عائله مرموقه ونبيله، فمن الاحسن ان هو يسيب انطباع كويس معاه. وعلى ذكر سيره شي تيان اللي بيكون وشه كله متدمر لدرجه ان المدير مات شان ما عرفوش، وبيسال شي تيان هو مين وعايز ايه، زي جاله جرأه ان هو يدخل المكتب بتاعه اساسا. بيقوم شي تيان قايل له اهدى شويه كده ان هو شي تيان الطالب اللي انتقل جديد للاكاديميه. المدير مات شان ما كانش متاكد فعلا سبب اختلاف الشكل لان شي تيان وشه متبهدل خالص، لكنه بيتاكد ان دي نفس تسريحه الشعر الاصفر فيبقى هو نفس الشخص، فعلشان كده بتتغير معاملته مع شي تيان 180 درجه، وبيساله هو كويس ولا لا وايه اللي عمل في وشه كده. طبعا شي تيان كرامته ما تسمحش ان هو يقول لحد ان المعلم نينج فشخه، فعلشان كده بيقول للمدير مات شان ان هو وقع على وشه وهو طالع على السلم، فعلشان كده بيسالوا المدير مات شان لو كان محتاج مثلا يروح للدكتوره او مثلا محتاج يستكشف الاكاديميه فهو ممكن يجي معاه بنفسه، بس شي تيان بيقطع كلامه وبيقول له ان هو مش محتاج اي حاجه وهيستكشف كل حاجه بنفسه، هو بس بيساله لو كان يقدر يختار ان هو يدخل اي فصل هو عايزه في الاكاديميه. يقوم المدير مأكد عليه وبيقول له ان هو يقدر يختار اي فصل هو عايزه في الاكاديميه. اول ما شي تيان بيتاكد من المعلومه دي بيغادر المكتب بتاع المدير، والمدير ماتشان بيتصل بعد كده على مسؤول مكتب التوظيف في الاكاديميه علشان ياكد عليه ان شي تيان يدخل اي فصل هو عايزه في الاكاديميه. وبينتهي بينا المشهد بعد كده عند مكتب توظيف الاكاديميه، النينجا عند مسؤول التوظيف اللي كان عمال بيقول له يمضي هنا على الورق ده وياخد بقيه مستحقاته ويغادر هو وطلابه من الاكاديميه. فبيقوم نينج ماسك الورق ده وبيقطعه وبيعرفهم ان هو مش هيغادر الاكاديميه ديت غير على جثته، بس مسؤول قسم التوظيف اللي هو اسمه بليد بيقول لنينج ان القانون الجديد بيقول ان اي فصل فيه اقل من 7 طلاب على الفصل ده ان هو يتقفل. بيعرف نينج ان الفصل بتاعه ما فيهوش غير 6 بس، تشانج ويو ومون ولي شيو وشي فينج وتشوي فينج،
فهنا شيتيان بيقطع كلامه وبيطلب من بليد ان هو يذكر اسمه كمان في القائمه ديت عشان هو عايز يدخل الفصل بتاع نينج. طبعا مسؤول قسم التوظيف بليد بيسمع الكلام ده من هنا وبيفضل معترض، بينصح شيتيان انه يروح الفصل اس لان الفصل اس هيكون فيه معلمين من المستوى اس، طلاب اذكياء واقوى، واكيد هيستفاد هناك اكتر من الفصل بتاع نينج اللي هو المفروض فصل حثاله وفيه طلاب ضعفاء. بس شيتيان بيقوم قاطع كلامه وبيقول لبليد ان المدير ماتشان بنفسه قال له ان هو يقدر يدخل اي فصل هو عايزه، وهو عايز يدخل الفصل دي بتاع نينج. بس هنا نينج بيقطع كلامهم هما الاثنين وبيقول لشيتيان استنى لحظه واحده، هو انت مفكر علشان انت عايز تدخل الفصل بتاعي انا هسمح لك؟ هنا مسؤول قسم التوظيف بليد بينصدم اكتر وبيسال نينج لو كان بيفكر يرفض شيتيان. هنا شيتيان بيقول لنينج ان هو عارف ان فصله هيتم فكه وطرده، فليه هو بيرفض دخوله للفصل وده اساسا في مصلحه نينج. بيقوم نينج معرفه ان بسبب الحاجه اللي عملها فالفصل بتاعه مش عايزه ومحدش بيطيقه، وحتى لو كان الفصل بتاعهم هيتقفل فنينج مش مهتم. وبعد كده نينج بيقول لشيتيان ان هو عارف كويس ان شيتيان عايز يستغل نينج ويحل مشكله الثغره اللي في الدرع بتاعه. يوم شيتيان معرف نينج ان هو على استعداد يعمل اي حاجه علشان يدخل الفصل بتاع نينج. بص له كده نينج وبيقول له متاكد هتعمل اي حاجه علشان دماغك ما تروحش لبعيد يا عز المشاهد؟ فنينج بيقول له ان كل اللي عليك تعمله انك تقول عليا فاجر وداعر وابن لذينه وما فيش مني اتنين، واقوى معلم واشطر واحد واذكى واحد والمعلم اللي الكل بيتمناه، كل البنات بتحبه، الكل عايز يبقى زيه. وبالفعل من غير اي تفكير بيبدا شيتيان يقول الكلام اللي نينج قاله اللي انا مش هعيده تاني، ونينج مبسوط ومستقنيس اخر انبساط. وبعد ما شيتيان بيخلص الكلام ده يرجع نينج يقول له قول يا ابني ان انا المفروض اكون المدير، المفروض اكون غني، وانا اصلا خساره في الدوله دي، احسن معلم هنا وافجر واحد ممكن تتخيله في حياتك. يعمل شيتيان اللي نينج بيقول له عليه، وبعد ما بيخلص بيقول له نينج يفضل يتوسل له لمده ربع ساعه وساعتها ممكن يفكر يخليه ينضم في الفصل بتاعه. طبعا الاستاذ بليد شايف المنظر ده قدامه ومصدوم من اللي هو شايفه، وبدا يعتقد ان ممكن نينج معاه السي دي بتاع شيتيان علشان يذله كده. وفي اليوم اللي بعد كده في الاكاديميه كان نينج دخل الفصل عادي جدا وفي بقه السندوتش بتاعه، بس لما بيبص قدامه كده بيلاقي كل الطلاب زعلانين، فلما بيسالهم في ايه بيطلع ان المدير ماتشان بنفسه هنا كان جاي طبعا علشان يشمت في نينج وبيعرفه ان الفصل بتاعه مش كامل، فبالتالي هيتم تنفيذ عليهم القانون الجديد وهيتحل الفصل بتاعه علشان ما كملش عدد افراده 7. بس نينج ما بيهتمش بيه كده، بيروح قدام السبوره وبيعرف الكل ان الحصه بتاعته هتبدا دلوقتي. ده اللي كان عصب المدير ماتشان، وبيقول لنينج ما يعملش نفسه عبيط ويخرج حالا من الاكاديميه. وفي حين ما كان لي شيو وشي فينج بيعتقدوا ان دي خلاص النهايه وان هم ما لحقوش يستفادوا من نينج كويس، بيقطع كلامهم نينج وبيعرفهم ان الفصل بتاعه كامل وفيه 7. بيقوم المدير ماتشان مقاطع كلام نينج بيعرفه ان هو بنفسه عد الطلاب اللي في الفصل بتاعه ولقى ان هم 6 بس. نينج بيقوم قايل له ان هو شكله كده ما حسبش الطالب الجديد اللي كان اسمه تقريبا شيتيان. طبعا المدير بيسمع اسم شيتيان من هنا بيسخسخ على نفسه من الضحك وبيقعد يقول شيتيان ايه اللي هيجيبه هنا، اكيد شيتيان دلوقتي في الفصل اس. شيتيان دخل وكان رايح يقعد والمدير ماتشان بيسلم عليه، بس لحظه المدير ماتشان بيستوعب ان هو سلم عليه وبينصدم كده ايه اللي جاب شيتيان هنا. وهنا بيجي نينج بيقول لشيتيان اخرج يا حثاله بره الفصل بتاعي واستاذني علشان تدخل. في حين ما كان المدير مصدوم من اللي هو شايفه بالفعل بيعمل شيتيان كده بيخرج وبيستاذن، فبيسمح له نينج ان هو يدخل الفصل تاني. المهم المدير ماتشان كان عمال بيسال شيتيان ايه اللي جابه هنا، عمال بينصحه ان هو يروح للفصل اس. فصل اس احسن بكتير، فيه معلمين احسن، ادوات احسن. لحد ما بيجي الاستاذ بليد المسؤول عن التوظيف كان جايب كارنيه الاكاديميه بتاع شيتيان علشان خلاص يتسجل ان هو في الفصل بتاع نينج. ده خلى المدير اول ما بيشوفه بيروح يمسك فيه وبيبدا يخنقه وبيقول له انت ازاي تسمح ان شيتيان يجي في الفصل بتاع نينج؟ فبيعرفه الاستاذ بليد وهو عمال بينطق انفاسه الاخيره كده ان المدير بذات نفسه اللي قال له ان شيتيان يدخل اي فصل هو عايزه. وهنا بيقطع كلامهم نينج وبيطلب من المدير ان هو لو كان عايز يموت بليد يموته بره الفصل بتاعه علشان هو دلوقتي عنده حصه. كرامه المدير بتنقح عليه شويه وبيقرر ان هو ياخد بليد ويخرجوا بره الفصل بتاع نينج. في حين ما هم كانوا ماشيين كده كان بليد عمال بيسال المدير هيعملوا ايه وازاي هيقدروا يتخلصوا من نينج. يقوم المدير مطمنه وبيقول له ما يقلقش لانه عنده خطه جديده. وبس يا عزيزي المشاهد الى هنا نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من حكايه نينج فان المعلم المجنون. فلو عجبتك القصه ما تنساش تشترك في القناه وتسيب تعليق حلو زيك. فاشوفكم في فيديو جديد في امان الله.